الو. ايوه رانيا، صباح الخير. ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. والله انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ايه بتعملي ايه كده؟ اه. اجيلك دلوقتي؟ ليه، في حاجه ولا ايه؟ اه، انت قريت الكتاب؟ ايه رايك؟ طيب تمام. ما كنت هقعد اصور فيديو كده، وقاعد بظبط شويه حاجات، فخلاص ماشي اجيلك. حاضر. اجيلك فين بقى؟ البورصه التجاريه اللي هي في المنشيه دي؟ طيب خلاص تمام. سلام. رانيا يا رانيا يا رانيا. هاي، ازيك يا ازيك؟ محي؟ عاملة ايه؟ عامل ايه؟ الأخبار؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه رأيك؟ جايباني على كتاب؟ ملا وش بقى، ايه رأيك في الكتاب؟ مشغولة بالكتاب، جميل قوي والله، عمالة اقرا فيه. وصلت الفصل بتاع ضغوطات الحياة. ممتع جدا صراحة، موضوعاته شيقة جدا. عجبك يعني؟ وبعدين يعني بص، انا فاضل لي حاجات بسيطة جدا. هو كتاب عجبني لذيذ. جدا. والله الواحد. الموضوعات بتاعته اجتماعية وبتناقش فعلا ظواهر موجودة في المجتمع، فعلا مهمة. عجبني جدا كويس يعني، عجبك؟ جدا. عجبني جدا والله. وصلت لغاية فين؟ وصلت لغاية خلاص، يا فاضل لي صفحات بسيطة، بتاع 5 6 صفحات أو حاجة. بس اللي أنا بقرا فيه ضغوطات الحياة. وعارفة تقري في المكان ده؟ احنا ممكن بقى ممكن عايزة أناقشك في الكتاب وفي شوية حاجات كده، وأقول لك رأيي فيه، بس نروح مكان هادي. هنروح فين بقى؟ احنا نقوم دلوقتي هقول لك في الطريق. يلا بينا. يلا بينا. المكان ده بقى أفضل مكان أحب أجي فيه دايما، لما أحب أكون أفكر كده وأقعد مع نفسي كده، ويبقى فيه هدوء كده. بحب أجي المكان ده جدا. انا كمان باجي هنا كتير، بس الواحد بقى عشان الشغل وكده فانا مبقتش فاضي اصلا عموما يعني. المهم انا عايزك تطلعي بقى الكتاب، الكتاب اهو. عايزك تطلعي بقى الكتاب كده وتقريه قدامي، وتشوفي الحاجه اللي انت مش فاهمها افهمها لك. يلا بينا. التفاؤل يعني وجود الأمل دايما. التفاؤل هو الاعتماد الدايم بأن الخير أكيد جاي، وإن مع طلوع شمس كل يوم جديد في رزق جديد. التفاؤل هو شعاع النور اللي بينور حياتنا. التفاؤل هو السبب في وجود الخير ودليل على التوكل على الله. الناس المتفائلة هي أسعد الناس، ودايما شايفين الحياة جميلة، لأنهم على يقين إن رب الكون موجود وقادر على كل شيء. الناس المتفائلة عندهم أمل إن بكرة أحسن كتير، وإن مهما كان درجة المعاناة والشقاء والألم فعندهم أمل كبير في إن كل شيء هيكون أفضل، لأن الله بصير بالعباد. تفائل تنعم بحياتك. إمضاء وزير التفاؤل.